وأنا أشتغل بهاي لنا أكثر من سنة، فحبيت أفتح لي شيء مختلف وشيء مميز. وإذا تلاحظ إنه هذا الشارع أغلب الأكشاك يعني فد أفكار ما موجودة بالبصرة. بالنسبة الاسم اسم أثر، وكان الاسم مميز والشغلات اللي موجودة مميزة. مثل أنا اختصيت بآيس كريم الموتشي الياباني اللي هو شيء مختلف ما موجود بالبصرة. صراحة المشاريع بصورة عامة خصوصا بهذا الشارع بدأت كمشاريع مصغرة، حسينا بها انه فد شيء مرتب ووفرت فرص عمل للشباب، خصوصا هواي شباب بالبصرة عاطلين عن عمل، بدل ما يبقون خلينا نقول قاعدين بالبيت، كل اثنين ثلاثة اشتركوا مبالغ نوعا ما بسيطة، يعني ما احتاجوا رأس مال ضخم حتى يفتحون هذا المشروع. فمن ضمن هذه المشاريع هو وايد فون. صراحة المشروع جيد وحلو واستقطب الشباب وصار ترند يعني خصوصا بالسوشيال ميديا، وين ما نروح يقول وايد فون وايد فون، وفد شيء مرتب يعني صراحة. الفكرة هي انه نقدم دبدوب ويتم مشروب. الفكرة حلوة ولطيفة، يعني شفناها انه موجودة دول الخليج مثلا قطر، مباريات المنتخب الوطني مو رحنا، فكانت موجودة هيك ترتيب وهيك شغلات حلوة، فحبينا ننقلها انه بالبصرة. تعرف البصرة حلوة وهواي امور، والحمد لله يعني صار عليها اقبال جدا حلو وواسع، مثل ما انه الناس شافت صارت هبة وبصورة يعني جدا جميلة.